هنا الرباط. هنا التاريخ يكتب من جديد بأقدام إفريقية وبصمة مغربية خالصة. في مشهد لم يعد غريبا على القارة السمراء، وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توجهه نحو المغرب، معلنا تزكية المملكة المغربية لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا لعام 2028. لم يكن القرار مجرد اختيار لمستضيف، بل كان إعلانا صريحا عن الثقة المطلقة في مملكة حولت ملاعبها إلى مسارح عالمية وبنيتها التحتية إلى نموذج يحتذى به. فمن طنجة شمالا إلى أكادير جنوبا، أبواب مفتوحة لا تهدأ، تكرس ريادة المغرب كقبلة أولى للمواعيد الكبرى، وتضع القارة الإفريقية أمام تحد تنظيمي يرفع سقف التوقعات إلى عنان السماء. خلف هذا الإعلان تقف رؤية استراتيجية لم تكتف بالريادة القارية، بل جعلت من كان 2028 محطة ذهبية وجسرا يعبر من خلاله المغاربة نحو الحلم الأكبر، مونديال 2030. هو رهان على جيل ذهبي وبنية تحتية من طراز عالمي، وشعب يتنفس كرة القدم، ليؤكد المغرب مرة أخرى أنه ليس مجرد منافس على الألقاب، بل هو صانع لأمجاد القارة ومنظم لأفراحها. من جديد، إفريقيا في ضيافة المغرب، والموعد عام 2028 في نسخة يراد لها أن تكون الأبهى في تاريخ القارة السمراء.